السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متنسوش الدعوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم وهم وأمتنا جميعا يا رب العالمين. مبدئيا أنا بعتذر منكم جدا جدا على صوتي تعبان أوي أوي بجد. الأحبال الصوتية ضعيفة عندي، فمجرد ما بتكلم شوية او يعني بيبقى زي بزيد شوية في الكلام، الأحبال الصوتية بتضعف، ما بعرفش أتكلم. فاتأخرت عليكم، ما نزلتش فيديوهات بقالي كتير، فقلت لازم أنزل لكم الفيديو الجميل ده، الفيديو القمر ده، طاجن البطاطس العسل اللي عايز بقكم تاكلوه. أحلى طاجن بطاطس صحي مرصوص رصة فنية مع فرخة بلدي كده، عملتها بالبصل بطريقة تحفة، وبرام رز معمر خفيف كده بالزبدة، حاجة بصوا تحفة. أنا عملت معاكم رز معمر كتير جدا وعارفين طريقتي، فهعمل معاكم النهاردة طاجن البطاطس القمر ده والفراخ اللي بالبصل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، وربنا يجعل بيوتكم عمرانة بالخير دايما. وما تنسوش تدعوا للثانوية العامة، يا رب معاهم ويوفقهم وينجحهم ويفرح أهليهم ويملى بيوتهم كلها فرح وهنا وزغاريط يا رب العالمين. معايا هنا فرخة بلدي أو بيضة أيا كان انت جايباها، بصلتين 3 مع قرن فلفل حار اختياري مش إجباري، وضربتهم في الكبة ونزلت عليهم كده على الفراخ. بحب قوي التتبيلة دي، تخلي البيض بالفراخ بتبقى جوسي وحلوة كده وطعمها حلو، بتبقى جميلة. معايا هنا طماطمتين 3 بشراهم مخليين من القشر، خدت نصهم على البصل وقرن فلفل الحار مع شوية فلفل اسود نزلت بيهم، وشوية ملح فقط لا غير، ما ضفتش اي اضافات تانية. يبقى بصل مبشور او مضروب في الكبة او متقطع بالسكينة رفيع، على قرن فلفل حار اختياري مش اجباري، شوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية زيت وطماطمتين مبشورين. استغنى عن المعلقة، وطالما ايدي نضيفة والحمد لله اتبل الفراخ بكل التتبيلة الجميلة دي. تتبيلة حلوة بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة وجوسي وحلوة، والصوص بتاعها طالع تحفة وحلو قوي لما تحطيه على الرز وتاكليه، والفراخ طالعة طرية وجميلة. طريقة حلوة وبرضو عملتها معاكم قبل كده، بس حبيت اشارككم. كده تبلتها، هغطيها بورق الفويل واسيبها حوالي نص ساعة، نزلت مية كتير جدا، وبعد كده دخلتها الفرن. مش هتاخد وقت معاكي لما تتبلي اي فراخ او لحوم وتسيبيها وقت متبلة، ما بتاخدش سوا معاكي خالص، وبالاخص اللي بيدخل الفرن او الشوي. تمام كده، هنيجي نعمل احلى طاجن بطاطس بطريقة جميلة جدا، صحية وخفيفة وما فيهاش دهون نهائي. قطعت شرايح بصل طرنشات مع طماطم طرنشات، وهعمل طريقة الطاجن برصة جميلة فنية. هتحطي بطاطساية بسمك كويس مش رفيع مع شريحة بصل مع شريحة طماطم، ترصهم دايرة حلوة بطريقة جميلة، لأن العين بتاكل قبل البق. دايما العين لما بتشوف الأكل كويس ومتقدم بطريقة كويسة بيفتح النفس. هتجيبي شريحة البطاطس مع شريحة طماطم مع شريحة بصل، وهكذا، وتلفيهم الدايرة الحلوة الجميلة دي. بصوا عاملين زي اللوحة الفنية، حاجة جميلة. ولادك هيفرحوا وجوزك نفسه هتتفتح من طريقة تقديمك في الأكل. هتجيبي حتة زبدة خفيفة تقطعيها كده بالسكينة، ولو سايحة هترشيها على البطاطس من فوق. بقولك اللي انت هتعرفي تعمليه، سواء قطعتيها بالسكينة أو سيحتها ورشيتيها من فوق. تمام كده،
جبنا بقية بشر الطماطم اللي كان باقي على معلقة فلفل اسود حلوة كده وشوية ملح. انا دايما معظم اكلي بالفلفل الاسود والملح، ما بحبش ابهرك في البهارات لان ولادي ما بيحبوش بهارات كتيرة. حطيت شوية مية وقلبت وهنزل بيهم كده على البطاطس، شوية صغيرين جدا. هتقولي لي يا نشوى شوية المية دول اللي هيسووا البطاطس؟ هيسووا البطاطس، لان انا حاطة البصل والطماطم شرايح. هتسرد كل دي مية وشوية زيت صغيرين والفها بورق الفويل واحطها في الفرن على هادي. فصوص توم بخيرها مقطعتهاش، غرستها مع البطاطس، عملت طعم وريحة في منتهى الجمال. احلى حاجة ان عجب ولادي وعجب جوزي، حاجة جميلة جدا لما يبقى طاجن بطاطس طالع بالشكل ده وبالجمال ده. انا ببقى مبسوطة فرحانة لما بيعجب بيتي وولادي وجوزي. زي الفل هغطيه بورق الفويل وادخله الفرن. والفراخ كده على ما انا خلصت كانت سردت ميه، هدخلهم الاتنين في الفرن وانا كده كده مولعه الرز المعمر. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفراخ طالعه حكايه، تقولي مشويه، تقولي ايه الجمال والطعامه دي، والرز وجماله. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.